تناسل الشمر في أفعالهم لهبا. لا تنصبوا خيمة أو تطرقوا وتدا، بل ارحلوا أن الأرض قد شربت دم الحسين، فهل تبغونها سندا. هذا هو كاظم الخطيب، صورة من صور كاظم الخطيب رحمه الله. ومن فضائل كاظم الخطيب أنه جمعنا في هذه الأمسية. ذكره وحياته تعيش في عقولنا وقلوبنا، ولكن استطاع أن يلملمنا ونحن على وشك أن نكون أشتاتا. فمرحى وطوبى لكاظم الخطيب. لا أريد أن أطيل، فلكل من المبدعين الذين يجلسون بقاماتهم العالية لهم تاريخ وذكريات مع المرحوم. وسأعطي الميكروفون للفنان معن الخالدي ليبدأ الجلسة الإبداعية الجميلة. شكرا جزيلا للأخ المطبعي. بدءا بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني الأعزاء الفنانين المبدعين في محافظة النجف الأشرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إنها أمسية جميلة. اعذروني بالعربية الفصحى. حقا إنها أمسية جميلة تحققت بفضل السيد علاء الخطيب أخ المرحوم الذي اجتمعنا لأجله، ومبادرة من بقية الأخوان قمنا بهذا الجمع لاستذكار، أو مو الاستذكار حقيقة، هو دائما احنا في بالنا وفي ضميرنا، لكن هناك ظروف مرت علينا كل احنا حقيقة. فالآن أحسسنا تقريبا بالاستقرار، بالوضع الأحسن يعني. فإحنا أخوتنا حقيقة ما ننساهم أبد. يعني كاظم الخطيب علم من أعلام محافظة النجف، ومبدع من المبدعين النادرين على مستوى العراق حقيقة. مؤلفاته المسرحية وكتاباته الشعرية وكل الإبداعات الذي كان يكتبها هذا الرجل هي عاشت في ضميرنا وعاشت معنا طيلة هذه الفترة. وهو أنا بالنسبة لي كنا نعتبره مدرسة. الرجل تعلمنا منه الكثير، رغم أنه عاش، أنا أعتبر هو تحدث الأستاذ علي بهذا الخصوص، لكن أنا أحسست به أنه كان عايش غريب بيناتنا، هو غريب حقيقة يعني. فكان يؤلمنا الكثير على إن شاء الله كاظم الخطيب لن يموت، وعايش في ما بيننا، وإن شاء الله نكون له أوفياء وما ننسى. وابن محمد حقيقة عزيز علينا، والآن هو موجود بين أعمامه، والحمد لله والشكر. تعذروني يعني ما أقدر بعد. شكرا. بهذه الجلسة العفوية وهذه المفردات الجميلة التي نابعة من القلب، نشكر الفنان معن الخالدي على هذه المشاعر. رغم أن الجلسة عفوية بدون تخطيط يعني مسبق، وإحنا فنانين كل إحنا ما بيناتنا يعني بد شغلات رسمية. أعتقد
لو نبرمجها أنه نسجل من يرغب أن يتحدث. سيد علاء لازم نخليه مسك الختام. لا انا وصل حلو حكي مسك الختام. استاذ دخيل هو ابو علي مسك الختام. لازم حتى لو ما يجي الان لازم نحكي. منو بعد؟ من يريد أن يتحدث؟ أنا بدي أطرح بعض الأشياء اللي هي من ضمن الأدب الشعبي إذا أكو مجال. لا بأس لا بأس طبعا أكو مجال أكو مجال. جلسة مفتوحة. يعني احنا صراحة الشعب يعني سابق المهم الشعبي شنو رايكم نخلي سيد علاء مسك الختام؟ لو هو يفتتح. لانه ممثل العائله. تفضل سيدنا. طبعا في البدء السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البدء أن أتوجه بالشكر الجزيل لأخي الفنان المبدع الأستاذ معن الخالدي على هذه المبادرة الجميلة والرائعة. في الحقيقة إن دلت على شيء فإنما تدل على الإخلاص والوفاء، وهذا حبل الود المرتبط حقيقة بين الاثنين الذي سمعت عنه كثيرا وشاهدته في بعض حلقات هذا الزمن. لا شك شكري أيضا موصول لكل الذين تجشموا عناء المجيء وحضور هذه الأمسية. لا أقول إنها أمسية كاظم الخطيب، ولكن أقول إنها أمسيتنا جميعا، باعتبار أن حالة الاستذكار هي حالة وجدانية، وأعتقد أن كاظم الخطيب هو الحاضر الغائب في حياته والحاضر الغائب في موته. هكذا أوصفه في الحقيقة. كان حاضرا غائبا في حياته للمعاناة التي عاشها منذ سنيه الأولى، ومنذ أن ترعرع حقيقة في هذه المدينة وهو مولود في 1951. وحلقات الزمن الأولى كانت معاناة حقيقية دارت بينه وبين والدي في الحقيقة، وهذا الشيء الذي أحببت حقيقة أن أوجه عليه بعض السبوت أو الضوء. عاش كاظم في الحقيقة معاناة حقيقية، لأنه كان يحمل الفن والثقافة هما يوميا يعيشه وزادا يعتاش عليه في كل لحظة من لحظات حياته، لا يفارقه. كأنه كان توأما لكاظم الخطيب. الفن كان توأما لكاظم الخطيب، ولم يكن حقيقة كاظم منفصلا عن هذه الحالة الإبداعية إذا صح القول. وقد تحمل حقيقة العديد من المعاناة، أشكال المعاناة في حياته، من طرد من البيت إلى قطع المصروف اليومي، إلى حقيقة كثير من هذه الفصول الزمنية اللي عاشها كاظم الخطيب في بداياته، إلا أنه أصر على أن يحتضن محبوبه بكل شغف، وأن يكون وفيا للعشق الذي نذر نفسه له. هكذا كان كاظم في الحقيقة، كان يعلمنا. أنا أعتقد أنه كاظم كان حالة وجدانية في داخلنا إحنا كعائلة، قبل أن يكون هو حالة وجدانية في الشارع. لا شك أنا أعتقد أنه كثير من اللي جالسين
هو يمثل شيء وجداني لهم، يعني حفر في وجدان كثير من الفنانين في النجف بعض النتوءات التي لا يمكن أنه تنسى. كما أنه حفر في داخلنا أيضا نتوءات كثيرة، حفر في وفي عبد الأمير وفي حسين، وكلنا حقيقة أصبحنا نعشق الكتاب، نعشق الكتابة، نعشق الكلمة الجميلة من خلال كاظم الخطيب، لأنه حقيقة كان دائم الإصرار، أو يصر كان بشكل كبير على أن يكرس في دواخلنا المفردات الثقافية والفكرية، وكان يحثنا. وبين الفترة والأخرى كان عندما يهدينا شيء يهدينا كتاب بالحقيقة. فكثير من الأحيان أنا كنت أتصور أنه الأخ الأكبر لازم ينطيك شوية فلوس، يعني ما ينطيك مثلا كتاب. فأشوف كاظم يجيني ويجيب لي مثلا بيت كتاب، فقرأت كثير من الكتب وأنا صغير، يعني صغير السن. أنا أحاول أن أبتعد عن العربية الفصيحة وحتى أدخل في الأجد الجميلة. على كل كان يعطيني بحقيقة بعض الكتب لأقرأها. كانت عنده مكتبة رائعة جميلة. كانت هذه معاناة بينه وبين أبي، لأنه أبي كما تعلمون هو رجل دين يرتدي العمة، وأحدث حقيقة ذاك. تفضل. هو أخذ الكلمة من مدرسة والد، يعني والد أنا جاء أقول جاء أجيك، كلش مثقف جاء أجيك. إيه. والمعاناة اللي عاشها لدرجة هذا كانت كل مشاكل الفنانين وكل أفراحهم وأحزانهم كان يعترفها بالبيت، ولذلك كان يزخم على العائلة. يعني أقول أنه هذا بيت الفنانين في البيت. أنا جاي. أنا لا أنا جايك. إلا أن والدي في الحقيقة والدي كان يشوف صورته في داخل كاظم. يعني أنا كنت من اللقطات التي لا تنسى في مخيلتي أنه يوم من الأيام كاظم جالس هو يقرأ له شعر، أبوي يكتب الشعر كان ويحتفظ به في قصاصات. كان عنده غرفة في مدرسة تسمى مدرسة الشربياني في شارع الرسول. عندما يهرب والدي حقيقة من صخب البيت والجو اللي موجود، جو العائلي، يروح لهناك. وكان يحدثني، أنا كنت ملازم له كثير أنا أروح يمه هناك. كان يحدثني عن بعض الشغلات الجميلة اللي يقولها كاظم. وأيضا من الأشياء اللي أتذكرها في داخل البيت أنه كاظم في اليوم كان قرأنا قصيدة أو أبوذية. ظلوا يتناقشون في هذه الأبوذية مدة بيناتهم، قال لنا هاي الكلمة كذا، هاي لو تتبدل هالشكل، هاي لو تصير هالشكل. كان أبوي يتذوق الشعر حقيقة، والشعر الشعبي بشكل كبير. جت أمي تدخلت، قالت لهم سألتوا يعني شاغلين أنفسكم الدين، دخلونا قاعدين شنو دائما النقاشات والهوسات وما أدري شنو. انتقل النقاش بعد هذا بيني وبين كاظم. أنا في بدايتي طبعا ولحد الآن كان عندي ميول إسلامية كبيرة يعني، وكان عندي بعض الصور أجيبها من نام خصوصا لانتفاضة صفر فأتذكر كان أكو نقاش يدور بيني وبينه، مع أنه أنا كنت صغير السن في ذلك الوقت، يعني ما لا عقليتي ولا حقيقة حتى مداركي ما تتسع لما يقوله كاظم، إلا أنني في الحقيقة تعلمت من عنده الشيء الكثير. لهذا هو كان حاضرا في داخلي وغائبا في نفس الوقت، لأنه هذا البعد اللي تفضل عنه أستاذ محمد صالح كان صحيح، أن أبويا كان يرى نفس كاظم الخطيب في الصورة الأخرى، يعني هو يشوف كاظم يشوف نفسه به، إلا أنه هو منفصل عنه لكون هو انفصال اجتماعي في الحقيقة وليس انفصال روحي، لأن الانفصال الروحي كانوا هم متقاربين روحيا كلش متقارب، قد ممكن نقول أنهم متعانقين روحيا، يعني كاظم وأبي كانوا متعانقان في الحقيقة، إلا أنهم منفصلان اجتماعيا للضغوط الاجتماعية التي تدور في المدينة. ولا شك هذه المدينة حقيقة من أصعب المدن في العالم، يعني قليل من المدن، حتى المدن المقدسة أنا ما شفت. ولعل كاظم الخطيب يعني لخص حتى حالة الحب وحالة الغزل في هذه المدينة أو حالة العشق في هذه المدينة بقصيدة عشق النجف، لعله الكل يحفظوها. الدغش هين، الكذب هين، حبيبة بس العشق ورطة
بالنجف عندنا العشق منشور سري، وعندنا كل الناس شرطة. حقيقة يعني جسد معاناة الإنسان النجفي في هذه القصيدة، وأعتقد أنه عنده قصيدة أخرى أيضا جسد بها معاناة الشخصية ومعاناة الإنسان النجفي بشكل عام. أنا ما تحضرني هاي القصيدة اللي غناها رضا الخياط، ما أتذكر يعني. أحرق بروحي حرق وبناري أتشوى وعاد ما مش وفا وما مش مروة. نصر غناها. إيه يعني اسمحوا لي في قضية التواريخ لأن أنا حقيقة مو هذا. فعلى كل أنا شاكر جدا، أكرر شكري الجزيل لكل الذين تجشموا عناء المجيء إلى هذه الأمسية لاستذكار كاظم الخطيب، وأوجه شكري كذلك للأستاذ معا، أكرر شكري، ول أخي وصديقي وأستاذي أبو سيف الأستاذ علي المطبعي. وأود حقيقة أن أطلق مبادرة في هذه الأمسية، وهو أنه أنا حقيقة من زمن كم مرة أجيت إلى الأستاذ علي، وكان عندي بعض الحوارات معه حول طبع إنتاجات كاظم الخطيب سواء الشعرية أو المسرحية. أنا حقيقة يعني مستعد وباسم العائلة أقول أنه كل اللي عنده نتاجات لكاظم الخطيب أتمنى أنه نجمعها ونصدرها في كتاب، على أن يكون هذا الكتاب يعني يليق حقيقة بالنجف أولا، وبفنانين النجف ثانيا، وبكاظم الخطيب ثالثا. أتمنى إذا كل النتاجات سواء كانت شعرية أو مسرحية أن نجمعها في كتاب واحد ونطلق عليه أي شيء. يعني هاي قضية الاسم تبقى متروكة للفنانين. وشكرا مرة أخرى لكم، وشكرا لمسامعكم التي تحملت صوتي، وشكرا للجميع. شكرا جزيلا للأستاذ سيد علاء الخطيب، شكرا لحضوره وشكرا لكلماته الجميلة الرقيقة التي نحن بأمس الحاجة إليها. قبل أن أدعو صديقي وسأعلن اسمه، لا بد من قراءة 5 أسطر، مجموعة قصصية كتبتها وأهديتها إلى كاظم الخطيب. في كل قصة التي لا يتجاوز أسطرها على أصابع اليد تتحدث عن موضوع معين، ولكن مضمون القصص تحت عنوان في انتظارهم حتى لو لم يعودوا. وهذه المجموعة كما قدمت أهديتها إلى أخي كاظم الخطيب. أقول في القصة الأولى: في موكب رهيب حملناه وسرنا به في أرض كان قد سكنها قبله آلاف البشر. كان الموكب مهيبا في منظره، وكان الصمت لغة لن يفهمها إلا من سار في ذلك الموكب الجليل. وكانت العيون كريمة بدموعها في رسم مفردات تلك اللغة التي شاعت بين أفراد الموكب، وهو يودع أحد أفراد أسرته في تلك الأرض غير المستوية. ولكن الذي حملناه أعلن احتجاجه على نزيف العيون التي استباحها أحبته حزنا وألما كبيرين، وأطلق صرخة حجم تلك الأرض التي داستها أقدامهم: لما البكاء وأنا في سعادة غامرة؟ لا تحزنوا إلا على أنفسكم، فأنتم التعساء لأنكم على قيد الحياة، وكل منكم ينتظر دوره ليكون سعيدا مثلي. فهلا أدركتم الحقيقة بعد أيها الأحبة؟ ولم ندري هل سمع هؤلاء التعساء نصيحة السعداء أم لم يسمعوا. شكرا جزيلا سيد علاء. الصديق الغائب عنا في الأرض والحاضر في النفس، الأستاذ دخيل العكايشي.
واحد الأكبر. يعطي ثقل. يعطي ثقل. إذن هذا هو جالس أمامي، مرة يمسك بتلابيب قلمه وينشر الرعب فيها ويقول: أينك يا ذا الذي مرح في الأرض ولم ينسجم مع هذا الزمن. ورقات كثيرة لكاظم، ولكنها قليلة بحقه، وقليلة في سمائه الممطرة دائما وأبدا. هذه السماء التي عشقت وابلها، هذه السماء التي عشقت حملها وأنجبت كاظما وأنجبت نورا. هذه ورقة سمراء كتبها لي قصيدة في عام 76. إلى صديق الغريب دخيل: عندما يكون الفن حريريا فعليك أن تكون حجرا، وعندما يكون حجرا فعليك أن تكون حجرا من حرير. هذه الأهدية أقدمها إليك، وهي هدية أقدمها إلى الدنيا. أذناك من حجر الأنصاب أورقة، إني ذبحت عليها كل ترتيل، ويورق اللهب الجذلان في ظمئي حتى أطرز ناري من مناديلي. إني نحت عذابي وهو مفخرتي، إني نحت عذابي وهو مفخرتي. الدمع معدنه والآه إزميلي، فتاجي النسف في حبي أرصعه، فهو الحريق برأسي وهو إكليلي. والفن حشرا، هذا الذي أتيتم عليه، أن الفن ماذا يعني الكاظم الخطيب. والفن حشرا إذا ما أنفس جمعت يوم النشور لتسمو بالمثاقيل. أنا
بعض الأبيات ترى أتجاوزهن لأنه مؤلم إلى حد كبير، ما يعني لا يمكن أنه أستطيع أن أقرأ. حتى يقول: ليلاي أنت وناسي كلهم رسل، أن اللهيب على خديك تقبيلي، فكن نبيا أيا نسفي وسر لهب، أيا نسفي وسر اللهب، الفن مفخرتي، الفن مفخرتي، الفن قرآني الأعلى وأنجيلي. هي النبوءة قطبان بعالمنا، هي النبوءة تصعيد وتنزيل. إني سأنزف حتى لا أرى أبدا قابيل يحمل سكينا لهابيل. هو وزمنه، هو وزمنه، هو ودنياه. أقول له: وريقة صغيرة، لا يزال السأم يستبد بقلبك، لا يزال النعاس يجاذب عينيك. ألم تسمع أن الوردة ازدهت ملكة بين أشواك؟ استيقظ ولا تذر الوقت يمر. في نهاية الدروب، هذه الدروب الوعثاء، وفي بلد الوحدة المقيتة العذراء، ينام صديقي، يغفو صديقي وحيدا، فلا غيث ولا يخيب انتظار. إذا خفق القضاء ودار النعاس وارتعش في حر الهاجرة، وإذا مدت الرمال سربالا من الظمأ، فلا تشعر بالفرح آت الآن. ومنحرف الطريق يردد على كل خطوة من خطاك موسيقى وأغان ومواويل، مواويل للخطيب كاظم. هذه طريقة إسرائيل، وكانت لأن كاظم الخطيب لم يرحل عنا أبدا، لكنه رحل فينا دوما، هو راحل الآن فينا دوما. كان يسيرا عليه أن يلتحف أنفاسه ويعدو، كان يسيرا عليه أن يعبر النهر، كان يسيرا عليه أن يقرأ الضياع وأن يقرأه الضياع، لكنه وتد افترش الوسادة القرمزية ونام وحيدا ذبيحا، ومضى وحده للعراء. هذه المنصة الأوزة المقدسة، فما امتلكها يوما وأحس بالرعاش، امتزجت روحه بألوان الرمل، وتقاطرت عليه أمواج الملح، واتبع البوصلة الشهيرة، وكتب الأسانيد
في أحاديث الرياح، وانتشرت مباهج صمته فوق ألواح المرايا والسكون، وكاد يتوق لمجسات الكون مهرولة، روحه تقود الضباب وتنثني على مشارف الغسق. أعمدة الشمس عارية يقضم من نسلها التاريخ، تصارعها الأنجم، يسقط منها الوليد أعورا، لكنها ما عدنا نجوب الدهاليز المقيتة ونحملق في متاهات الصحراء، فنهتدي أخيرا إلى غاية الأزل. وصلنا، اقتربنا. هذه غابة الديناصورات، هذه غابة الديناصورات تحجب عنا ألوان المستحيل. رائحة السواء، سواد، شواء، سواد، شواء، رائحة سواد، شواء الفخذ، فخذ متفسخ من ديناصور يتيم صغير يقدم على مائدة الإمبراطور الأعرج. إنه أعرج، أعرج، أعرج. روحه اتكأت على مجامر قبره في أول يوم من صباه، ولا صبا لكاظم الخطيب. شبابه عمر تناطحه المعابر والأخاديد، ولا عمر لكاظم الخطيب. عمر تناطحه المعابر والأخاديد، يسامره الجحيم، يتكبده الموال المحطم، يبتكره الشعر ولا يبتغيه، فيتوضأ بماء الزهد ويقرأ في سفره أحلاما، أحلاما للفقراء. غابة الأرز أوتنا بشتم، هل لفظك البحر؟ أوتنا بشتم، هل لفظك البحر؟ أم تجاهلتك الدروب، دروب أوروك؟ أم نأى بك المستحيل عن رثاء أنكيدو؟ صديقي كن قرير القبر، كراسوس لم ينتصر. فيا كاظم الوجع المنشوم للأيام فوق جبينك، فيا كاظم الوجع الموشوم للأيام فوق جبينك، أنت لها وخطيبها، أنت لها وخطيبها. بئست محازنها، وما خفقت بلاياها، وما استحثها سقم شديد وأنت طبيبها. في سفر الرثاء يأخذنا الهشيم من الروح روحا، ويأخذ من القلب موجة أثرا في مداه، وتقتل اللحظة وجع اللحظة في دوامة الذكريات، ويستأصل ندى الأحزان
سنابك الدروب فيشرب من حفيف المسارب وردة لهذا المساء. فيا سماء الأمس من شدة الأمس امطري لنا المآذن وكبري هذا حبيس الكلام، هذا الموشوم بالسلام. تذكري يا قارعة الأيام. كان له أيضا بعد 10 سنوات من تلك القصيدة يكتب أيضا لي في عام 86: دخيل صديقي الوفي، هذه ليست سوى حوارات ذاتية وحوار ذاتي لا أرغب أن أسمعه لغيرك، ولكن آن الأوان لأسمعه لغيري. تجلت، أتت ساعة المولد، وبشر جراحك بالسؤدد. تعلمت كيف يكون الوصول إلى الماء من جمرة الموقد. تجلت فما خمرة، تجلت فما خمرة تشتهى سوى الموت في زمن أسود. تجلت فؤادي أرى، تجلت فؤادي أرى كذا تشرف هذا الزمان الردي. فإنك حر بهذه القيود، فإنك حر بهذه القيود، وغيرك عبد طليق اليد. تجاوزت تلك الليالي الصعاب وتلك المخاوف لم تجهدي، وقد حملتك الحياة الكثير من الهم والوجع المرعد، وجربت ليل الفراق الطويل وكنت الرقيب لشمس الغد. فما بالك اليوم بين الضلوع تلح علي بأن أهتدي لأترك درب النضال المرير. ما ترك صدق لأترك درب النضال المرير، فمثلي بالجبن لا يبتدي. تعبت ويا حسرة أراك تغرد ليلا عن الموعد. تجلت ولا تنكر الذكريات علي، فإني لم أجحد. لقد كنت عوني طوال السنين، وغير ثيابك لا ترتدي. وما كنت يوما تخاف المحال، وكنت المثال الذي أهتدي. لقد مرك الموت لم ترتجف، وأبليت في بحره المزبد. تجلت فعمر النفوس العظام أهم من الموت والمولد. رحمك الله يا كاظم الخطيب. يقول هذه الكلمات ويقول هذا الشعر في عام 86 وفي عام 96 وفي عام 2006 وفي عام وفي كل يوم وفي كل لحظة يقول شعرا لا يستطيع أن يهدأ إلا بمفردة الشعر، لا يستطيع أن يهجع إلا بمفردة الحب، لا يستطيع إلا أن ينمو ويكبر وتكبر معه الأيام، وأن يقول كلمة الحق وكلمة الهداية للآخرين، وأن يتعلم منه الجيل ويعلمه الجيل ويتعلم منه الآخرون، وهو يمتطي صهوة الكبرياء ويمضي إلى
زمن الضوء الأبدي. شكرا لكم يا أصدقاء على هذه الأمسية الرائعة. شكرا جزيلا للأستاذ الفنان دخيل العكايشي على ما أتحفنا من مشاعر صادقة وحب عميق في نفسه ولكاظم ولنا. نشكره على هذه الروح الرائعة التي تنتابنا جميعا. وقبل أن أدعو من أدعو؟ مو احنا اخذناها حسب العمر. على المواليد. على العمر احسن اول واحد. شكرا ابو علي، شكرا استاذ. نبدأ بكاتب خرج من كاتب، وهذا فخر، وأنا المتحدث خرجت من خيمة كاظم. فعندما يذوي نجم يسطع آخر، وكان الآخر كاتب عراقي مبدع الفنان حسام الدلال. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث السيد علاء شقيق المرحوم وقال إن كاظم الخطيب حالة وجدانية. نعم، كاظم الخطيب كان هو الوجدان. كاظم الخطيب علمني كيف أقرأ، وعلمني ماذا أقرأ، ومن بعد علمني كيف أكتب وماذا أكتب وكيف أقتنص الموضوعات التي أكتبها. لي الشرف ولي الفخر أنني بعد تخرجي من أكاديمية الفنون ومجيئي إلى النجف كنت ملازما له في جميع الأوقات صباحا ومساء، لا أتركه إلا حينما ينام. في عام 93 وهذا الموقف ما أنساه ما حييت، عندما عرضنا مسرحية الذي ظل في هذيانه يقظا، أصر كاظم على أن يحضر العرض، عرض الافتتاح، وكان قلقا عليه لأنه كانت الأجواء متوترة، وقلت له إحنا ضحكنا على الرقابة رويناهم حنطة وراح نبيعهم شعير، فكان خايف بصراحة. لازمني وحضرنا العرض، وبعد العرض صار اللقطة الكبيرة اللي بالمسرح، ووكيل الوزير سوى ضجة كبيرة، وجاءنا الفنان قاسم الملاك وقال أنتم مدعون غدا إلى التحقيق، أنت والمخرج غانم حميد. كاظم شافني مرتبك قال لي شنو الموضوع؟ ما قدرت أخفي عنه، قلت له باشر أنا مساق إلى تحقيق. كاظم ارتبك أكثر من عندي، ظل يحوم بالمسرح، يروح يصعد ينزل. قلت له كاظم روح للنجف انت، لان اذا تشوفك هالشكل قدامي اني ترى انهار. فقال لي انا راح اروح. كاظم من زوى تقريبا 5 دقائق وجه جاب لي 4 أبيات من الشعر، قال لي علها تنفعك في يوم غد. واجمل ابيات قريتها، انا اعتقد كملها القصيده بعدين، لكن 4 أبيات انطاني من عندها. يقول بيها الحكي جنازة السكتة، احكي لا يهمك الخوف. الحكي جنازة السكتة، احكي لا يهمك الخوف، حتى لو حرقوا عيونك رماد عينك هو شوف. الحكي جنازة السكتة، احكي لا يهمك الخوف، حتى لو حرقوا عيونك رماد عينك هو شوف. الموت دشداشته بيضة مو جرد متروس روف.
الموت دشداشة بيضة مو جرد متروس روف، الكعبة لو ما بيت الله قل لي تستاهل الطوف. والله العظيم كانت هذه الكلمات نبراسا لي في اليوم الثاني الذي اقتادونا به إلى التحقيق، وما خفت أبدا، وقارعناهم وخشينا بعيونهم وعرضنا العمل مرة ثانية ودافعنا دفاع مستميت عن عملنا. موقف ثاني لكاظم الخطيب قبل وفاته بأيام، قبل دخوله للمستشفى، كنت قد طلبت من عده أن يترك أمرا ما ووعدني خيرا، لكن بعد يومين عاد إلى هذا الأمر، فزعلت عليه وقمت قرعته بشدة، فرد علي رد قاسي جدا، قال لي أنت تلميذي ما أسمح لك تكلمني بهاي اللغة. فزعلت أنا طلعت. تفاجأت باليوم الثاني كاظم يركض وراي بسوق الكبير، حسان حسان أرجوك أوقف ما أتحمل. التفتت لقيته دا يبكي وبيده ورقة، قال لي بعد ما طلعت أنا للصبح ما نايم ترى، وكتبت لك هذه القصاصة وهذا الشعر، وأعتقد هذا آخر ما كتبه. فقرأت الورقة ظلينا نبكي أنا وياه، وقال لي ووعدك انتهت هاي القضية. فيقول بهاي الورقة طلابة في الزمن ما تنقض وتنفض، زمان شلاب وأنا تعودت على العفو، أنا يا صاحبي مكسر بعد ما يهمني أترضرض، وابد ما أخاف من الهم، أنا بالموت أتمضمض، ميت وجفن بيدي تخاف علي أتمرض، ضاقت دنيتي بعيني إحسان اللي حد أعرض، يا وصف الزلم طاحت وقامات الزلم تختض، وخاتشية أبونا ثيالها مقرض. المهم آخر ما يقوله إيش وقت ما يصير للفحمة وجه أبيض أوقف من جديد وهمتي تنهض. شكرا. لغير الفنانين نقول أن كاظم موجود. هذه الكلمة ليست لنا، نحن مؤمنين أن كاظم موجود. شاعر عرفته ساحات الشعر، الأستاذ الفنان محمد الخالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوة الحضور. يؤسفني جدا أني لم أعد ورقة جدية، ولكني استطعت أن أجمع بعض شتات أفكاري من خلال ملازمتي لأخي العزيز كاظم الخطيب رحمه الله، فقد كانت تربطني به علاقة حميمية، ولا سيما كنا في جمعية الشعراء الشعبيين. سأقرأ على مسامعكم بعض ما استطعت كتابته بشكل سريع. لم تختصر التجربة الإبداعية للفنان كاظم الخطيب على الشعر الفصيح والمسرح والموسيقى، بل تعدت إلى الأدب الشعبي، ولا سيما الشعر الشعبي الذي أجاد وأبدع فيه، فقد كان عضوا مهما وبارزا في جمعية الشعراء الشعبيين وكتاب الأغنية في النجف. واكبت مسيرته الشعرية وربطتني به علاقة حميمية استمرت حتى رحيله عنا. كتب الأغنية وأبدع فيها، وما زالت أغنية أحرق بروحي حرق حية في ذاكرة عشاق الأغنية العراقية. كما أبدع في كتابة الأوبريت الغنائي، وله الفضل في إعداد كراس خاص بشعراء النجف الشعبيين ولا سيما الرواد. ولم تتوقف موهبة الخطيب الشعرية عند حد القصيدة الشعبية، بل أجاد في الزهيري والأبوذية وغيرهما من الفنون. وسأختطف لكم بعض شذرات من الزهيري العراقي
والأبوذية. وبالمناسبة الزهيري يختلف عن الموال، فما كتب بالجناس اللفظ التام فهو الزهيري، وما كتب بالقافية الموحدة على روي واحد فهو الموال. الشعر نعم. هذه المقتطفات من شعر الراحل كاظم الخطيب. طبعا اللي يريد يحلل النصوص يجد الحسرة والألم والحزن متلازم مع النص، ويستخدم كثير من الأمثال الشعبية في نص الزهيري. هل زمن يا صاحبي أصبح لا الأحرام، هل زمن يا صاحبي أصبح هلال. طبعا اللي يريد يحلل النصوص يجد الحسرة والألم والحزن متلازم مع النص، ويستخدم كثير من الأمثال الشعبية في نص الزهيري. هل زمن يا صاحبي أصبح لا الأحرام، هل زمن يا صاحبي أصبح هلال حرام، در ثدي لابن الرذيل وللعفيف حرام. الفقر أخطر مرض يهتك ستر وحرام، يخلي الكريم الأبي يقضي الحياة بلوان. ليصير حكمك سريع على البشر بلوان، ولا تظن الأبيض نظيف وسيد الألوان. الباس يستر عجز ويصير مرة حرام. حرب الزمن، تلاحظ الزمن، حرب الزمن لو بدت لا تظن تصح هدنة. مسعور منك ترب لا ما بعد هدنة، تغدي إذا نطرش مهما صحت هدنة. عند بساتين روحك ينظر لها قبر، مغضب ومحرب علينا بلا جناية كبر. لظن تعبنا وعجزنا ونال منا الكبر، لكن وقتنا قبل ميعادنا هدنا. أحسن إلك نصطفي بهذا الزمان وإلي، ما مش بقلبه رحم لو ولا يولي ولي. يقول لنا ذي المرحبة وبالشهم يزمخ ولي. صار الغدر واللؤم يا صاحبي عادلة، والكل شريف النصب نوجة إلى وعادلة. نريد القوانين تنصف ناسنا وعادلة، ضايع صحيح النسب ومتريس الكاولي. بعض الخلايق جاويد وشكلها ملح، وبيهم لواذع رقيقات نواعم ملح. ولو ما شفت شين ما عيد الكلام ملح. عالناس تهجر فعلها المنكر تغيره، ولو جرح جدمك درب صدق تجد. ولو جرح جدمك درب صدق تجد غيره، لكن إذا تمولست وانشالت الغيرة ما يغزروا يا البشر لا زادك للملح. غارات الوعود حفنة من الصدق ما صفن، وعليك السيوف لو طبعك نذل ما صفن. يا ما أكشعار الأفعال الخسيسة وصفن،
والحق ترى يبان، بس الجنيته علي بس الجنيته علي ما يوصف نثر ونظم. يا ما اكو اشعار الافعال الخسيسه وصفن، بس الجنيته علي ما يوصف نثر ونظم. والحق ترى يبان ما نقدر نخبي ونظم، بس للعواهر شرايعنا اصبحت والنظم. وابن الاجاويد حط ايده على خده وصفن. حقيقة كثيرة هي الزهيريات، ويعود الفضل إلى أستاذي العزيز علي المطبعي اللي زودني في مجموعة كثيرة من الزهيريات، ولكن وجدت فيها كثير من الأخطاء. وأنا أشد على يد أخي العزيز السيد علاء لو أراد طباعتها أن يعاد النظر فيها، لأنه حقيقة بها كثير من الأخطاء بحاجة إلى التعديل. ربما أثناء حدث هذا أثناء النقل يعني. نقرأ هذا آخر بيت من الزهيري: كل من نظر حالتي بظلمك وجورك شهد، لازمني من جوزتي شتنح عنك شهد. من كثر ما عذبتني حتى عدوي شهد. من كثر ما عذبتني حتى عدوي شهد. ضيمي ترجاك تتركني وتفك يا خلي، تضحك ودم احترق يا مسعد يا خلي. انا قرطت ملحتك ما ترهمن يا خلي، شيفيد طبعك زهر تنضح شفافك شهد. رحم الله الشاعر والفنان المبدع كاظم الخطيب، فقد كان شاعرا متمكنا وفنانا مبدعا. والسلام عليكم. شكرا للأستاذ الشاعر المبدع محمد الخالدي بما أتحفنا. بودي أن أذكر ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى التي أثارها الأستاذ السيد علاء الخطيب، وكثيرا ما تحدثنا في هذا الموضوع، والآن حتى نضع النقاط على الحروف كما يقال، أن تكون هناك دعوة لكل الفنانين الحاضرين وبواسطة الحاضرين للغائبين أن نجمع هذا الإرث الأدبي الإبداعي لكاظم الخطيب، ونجمعه ونتفق على شخص معين أن يكون خزانة لهذا الإرث. فمن تقترحون أن تجمع عنده النصوص الأدبية المسرحية الشعرية وغيرها؟ ان اغلب النصوص عندك استاذ ابو سيف. شتات انا حسب نعم. حسب ما اعرف انه كاظم قايل الام فاضل اختي، نعم، قايله اغلب الاشياء انا حطيتها عند ابو سيف. صحيح، اللي ولكن هذه الفترة الأخيرة يعني لازمته بالفترة الأخيرة، ويعني الشيء بالشيء يذكر أنه قال لي الزم إذني، لأنه أنا يعني النكتة اللطيفة، وهذا الموضوع احنا ما سلطنا عليه الضوء، أنه كاظم ساخرا قال لي الزم ذني لأن أنا راح أنعلس، فسلمني قال لي خذ ذني عندك. فأخذت الفترة الأخيرة بدأ يكتب وكذا، ولكن أكو نصوص قصائد، يعني أستاذ حسان التلال عنده مجموعة، أستاذ محمد عنده مجموعة، فيا ريت نتفق على شخص أن نسلم هذه ويقوم بدور المنقح. أن مثلا الشعر الشعبي نجيبه الأستاذ محمد نقول له شوف شنو الأخطاء شنو كذا، حتى يطلع كتاب بشكل جميل. فيا ريت أنه الأعمال المسرحية الأعمال المسرحية، نعم الأعمال المسرحية، من يملك عمل مسرحيا قصيدة كذا نجمعها في مكان معين. تفضل سيدنا. بالنسبة للأعمال المسرحية أغلبها موجودة عند الأستاذ هيثم يوسف الشلابي قال عندي نعم، يا ريت يا ريت أنا عندي نص أو نصين. يا ريت يا ريت
يا ريت. اما القصائد الغنائيه اللي كان يكتب لنا بوقتها قصائد غنائيه يعني كتب الاغنيه اناشيد وطنيه، وانا عندي مجموعه ايضا. نخلي نتفق على شخص حتى يكون خزانه لهذا الموضوع. هو اكيد طالما انت ابو سيف يعني انت موجود عندك اصحاب الاختصاص، اصحاب الاختصاص. الشعر مثلا يكون عند محمد الخالدي. نعم. الشعر الفصيح عند شخص يجي تنظيمه. المسرح عندك. ماكو مشكله. انا اقترح ان تكون جمعيه. بلي. جمعيه لمدرسه كابوس حتى تجمع هذه الاشياء كلها. شكلنا الجمعيه الان بدون ان ندري. هذه هي الجمعيه. جمعيه لدراسه مدرسه كابوس. الحمد لله. اللي يصورهن كل اللي عنده وينطين الاستاذ على بعض. والله يا ريت انا يعني حتى اذا موجودات اصورهن كلهن واخذهن معايا، انا اقدر اصورهن كلهن من خلال الايميل اقدر اتواصل. عندي صور كثيره حتى صور مسرحيه. يعني نتفق ان نجمعهن يمك. لا انا ما موجود هنا تعرف. طيب الجانب المسرحي اجمعهن يمي. او يم الساد دخيل. لا هو ليش عرفت الشتت عد فلان وعد فلان؟ هي خلي يكون واحد. ماكو مشكله، لا بس الشعر الشعبي يعني اكو بالنقل خطا صحيح الاستاذ محمد ذكر، لان انا عندي مجموعه شعريه شعبي بيها اخطاء. ما بختلفين عليها ابو سيف، بس خذ خدمتك. خدتي يمك هي كل الارث مال المرحوم. وانت تعزل الشعبي تسلم الاستاذ محمد الخالدي يمك تفكر. يا ريت ويرجع عن يمك. يا ريت. اذا خلينا نتفق على انه اي ورقه او قصاصه او شيء يخص المرحوم خليه ينجمع يمي، يعني حتى اذا ما تشوفني مثلا تنطيها للاستاذ امير، استاذ احسان، اي شخص قول له وصلها لعلي المطبعي، خلينا نجمعهن كلهن وبعدين نقوم بعمليه الغربله والتصفيه، انه اذا شعبي اجمعه كلها اودي للاستاذ محمد. ماكو مشكله. ما موجودين، خلي الاستاذ علاء يتصل بهم بشكل شخصي بلكن ياثر عليهم. احنا الموجودين يطلع منا نصين مثلا. محمد هم الحقيقه انا اتصلت ببعض الاشخاص الموجودين وهم ابدوا استعدادهم ان يقدموه، يعني موجودات قالوا نعطيهم، مثل يوسف الكلابي. استاذ يوسف قال انا عندي نص، استاذ هيثم قال انا عندي وانا مستعد انطيه. لا هو اكو واحد يجمع كل هاي الحصيله صراحه، ناجح الكعبي. يجمع كل لا الهم لا عنده شيء. انا اقترح ابو سيف حتى اذا مثلا عنده هو نص يستنسخها. انا اقترح ان نستنسخها على الاقل هاي المجموعه الموجوده انا اخذها معايا حتى اقدر اتواصل معك بالايميل، اتواصل مع الاستاذ حسام والبقيه. ما في مشكله لانه سهل اقدر اصفن اسوي الشغلات اللي يعني عرفت. ربما يكون اكو عبد الامير عنده عبد الامير نعم عنده بد رؤيه، كانت عنده رؤيه انه يسوي من الغلاف او كذا هالشكل هو يعني يريد. هذه المراحل النهائيه، بس خلينا نجمع اول مره. خلينا نجمع بني احمد عبد الامير بعض النصوص وبعض عليه بس اللي متناثرات. بلي خلي نجمع. حتى حسين عنده بعض الاشياء. هو هذا مشروع هو قال لي على اساس احنا اتفقنا عليه، بس اتمنى انه الموجودات خلينا نستنسخ حتى نعرض ان حسين هو شغله. بلي بس يا ريت انه يعني خليه يصير الحاح، يعني لما اني اعرف انه عند استاذ حسان فد نص او نصين يعني اوصيه راح ينسى، اظل الح عليه الى ان اخذ من عنده واجيبهن للشخص المعني. استاذ دخيل عنده مجموعه خلي الح عليه، اظل اخابره اتصل به استمر بالالحاح الى ان احصل، لانه اكيد كل احنا مو فارغين ومشاغل عندنا، فيقول لك ايه او حتى انا اقول لك ايه بس انسى، فخلينا نلح على بعضنا حتى نحصلهن كلهن ونجمعهن كلهن. الملاحظه الثانيه انه استاذ حسان الزيادي السامر ولا ادري اي منهما اقترح مقترح ووجدته جميلا ورائعا، انه نعمل فليكس للفنانين المتوفين، فكل واحد عنده صورة، يعني مثلا المرحوم محمد صقار، جمال العيساوي، فلان، هواية اسماء، كاظم الخطيب، هواية عندنا، فنجمع
كل واحد محمد عبد الحليم، اي واحد عنده صوره بس نستنسخها ناخذها سكانر، ناخذها ونسوي فد يعني باك جراوند او خلفيه او يعني شو نسميها بانوراما، اي تسميه نعطيها كل الفنانين المتوفين ونقول هذول مبدعي النجف. فيا ريت انه اللي عنده صوره، انا هواي وصيت انا عندي مجموعه من الصور الكاظم وبتشتري بيها محمد صقار وبيها يا ريت والله يا ريت، بعد عندنا هواي فنانين جحصر بيها كثير بيها يعني كل يا ريت اللي عنده صوره يعني الجمال العيساوي، عبد الحليم، يعني استاذ دخيل عنده خزين جيد ممكن انه ناخذ سكنر ونرجعهن. بقي مسك الختام، ومقترح استاذ معن الخالدي ان نستمر في عقد هذه الاماسي، وهذا مقترح رائع وجميل. ان رجل فاتح بيته وهذه الجلسه الجميله، ويقترح ان نستمر بهذه الاماسي، وانا اول من اثني واعتقد الجميع يثنون على هذا المقترح انه نستمر بهذه اللقاءات الرائعه. حتى لو شهريه يعني نصف شهريه اسبوعيه تصير يعني نسوي لنا فد اليه ونبلغ الفنانين بالحضور، خلها نشاوف عوفنا من اي قضيه ابداعيه، بس مجرد ان نلتقي. واحنا يمكن صارت عندنا تجربه ان عرضنا مسرحيتنا في ميسان العماره وفي الناصريه وفي كربلاء والمحافظات، وجدنا الفنانين كلهم متآزرين متحابين اخوه يلتحمون عندما يكون عمل مسرحي. فنتمنى انه ترجع لحمتنا مثل ما كنا سابقا، لانه الحياه الان شظت وتشتتت، خلينا نلم بعضنا. تفضل هنا استاذ محمد. بالمكان يخلي يلا سولف. اقول قد كان يتمنى بحياته ان يسمع ثناء من عندنا او كلمه شكر او عاش ايده. احنا هذا لقائنا يخلي نحكي بحق احسان، بحق ابو رؤى، بحق اسلام. هذول ناسنا مستحقين ان نثني عليهم ونشد على ايديهم. ماشي القادمه ان شاء الله. وما يخالف على عنا نرثي الميتين ايضا ونذكرهم ونمدحهم ونعطيهم حقهم، وبنفس الوقت اكو ناس ترى مستحقين كلمه ثناء هذا اليوم. يعني استاذ محمد هي بدايه الدعوه انه حتى صحيح حتى نلتقي حتى نسولف هذا الموضوع، وانا قلت بدايه اول جمله قلتها من حكيت انه احنا يعني مو عجب على مدينه النجف ان هذا يعني ورا موت نكرمه، يعني يفترض انه من اشوف الفنان الفلاني اقول له انت جميل شغلك انجازك رائع كذا، يعني حتى يحس انه الكل مضافرين معه وهكذا، وكل احنا مبدعين. وانا حكيت جمله يمكن قبل شويه، كل احنا قامات كبيره، ما بينا واحد صغير وواحد كبير، كل احنا مبدعين. فخلونا نتواصل بهذا اللقاء حتى واحد يشوف الثاني وايضا واحد يثني على الثاني. الله يسلمك. بقي مسك الختام، ومسك الختام دائما هو الفرح. وقبل ان اقدم اخي وزميلي المبدع الفنان امير القزويني يتفضل الى جانبي، وهو الذي يشعرني بنكهة الفرح، وبودي ان اسلط جملة جميلة للمرحوم كاظم الذي لم نأخذ منه الجانب الساخر. واستاذ محمد ما ادري هذا سيري او كذا، انا مو شغلتي بهاي القضيه. ايام سودة عسنها لا لفت لاجت، وبكل صباح ومساء ارواحنا لاجت، ما يخضع الحر مهما اهل الظلم لاجت، وما يستر العاهره لبس العبي والشال، والحال قبل الجسم يا صاحبي من شال، نفرح نقول الحزن عن صدرنا ينشال، فرحتنا فرح الطلي لو شاف باقة جت. تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حقيقة أنا يعني أشكر شكر جزيل الأستاذ معن الخالدي
واستاذ علاء سيد على هذه الدعوه هاي الامسيه الرائعه حقيقه اللي شفنا بها اخواننا واعزائنا واساتذتنا الفنانين. حقيقه لي الفخر الكبير انه تعايشت او عشت مع الاستاذ الفنان الراحل كاظم الخطيب رحمه الله عليه. زعمت شكات بريد ذمه اللي قدام على الشغل لا تقول له العلاء ولا تقول له العوبه. ما ادري الف ذمه، لا بالعكس استاذنا قلت لك استاذ كاظم الخطيب كانت علاقتي حقيقه بعلاقه اكثر من اخوي نصر. كان حقيقه كان يوجهني مو قضيه فنيه او مساله فن، ولكن حتى شلون نقول الاب الروحي الاخ الروحي كان لي. حقيقه كان كتله من الحزن استاذ كاظم، ولكن ما تشوف من عنده غير بس الوجه الضاحك، الوجه المبتسم. كان يلمشه منه رغم انه فرق العمر اللي بيناتنا كان يعني بحدود 18 سنه او اكثر او 20 سنه. كانوا الشباب ما يشعرون انه استاذ كاظم كبير السن، كان من عمرنا بالضحكه بالنكته، حتى في الدخول في امورنا الخاصه، يعني في علاقاتنا الخاصه خلينا نقول. كان يشوفني ويقول لي انت عندك معاناه انا اشعر بها ويمكن مار بها، رحمه الله على روحك ابو محمد، ما يصيح لي امير يصيح لي امر. وكتب لي البوم من الاغاني، قال لي هاي المعاناه انا اشعر بك اللي انت تشعر بها، ولهذا راح اكتبها. واللي اذكر من عنده انه اغنيه بدايه السفر، كافي تعذب الروح الدنيا تجي وتروح، يبدل ثياب الشجار وما يخفى موج النهر، واللي يغر الدهر لابد تلج مجروح، وهذه بداية السفر ما يظل حمل مطروح. وأيضا كان قصة حب كنت يعني أعيشها، وكنت بالأحرى كنا نعيشها أنا والفتاة ببيت أستاذ كاظم. فأيضا كتب لنا رحمة الله على روحك محمد. اي موجود، ادري، بس اذا قال لي ابو شيء هذه جديده. بس المشكله سيد جريء جدا. ما في شيء لا اليوم ما بات يوم ابو احمد انا من الجرأة. كنت اسولف له على البنيه وكان يعرفها، لا تقول لك سحر. فهاي دلوعه وتتنا عواص وانا مشعول قلبي وميت، وهي اصغر ما عندي بالعمر بس حلوه. اي والله. فكتب لي قال لي هذه ولحنها استاذ علي عدو الله يذكره بالخير. اي والله. وحقيقه احنا الالبوم سجلناه على تيب، على عدو سجلناه يوم حاكم السلام، فحتى تيب ما عندي يعني مسجل تيب، بس موجود ان شاء الله محفوظ. بدايتها يقول انت مغروره بحياتك وكل حياتي عليها موت، وانا محتار بسكتي وسكتة المجروح صوت، بدل ما يحكي لساني حيرة بعيوني بحر، راح اكسر صنم ضعفي وما اسلم للقدر. ما قدرت اكسر الصنم انا وقتها. اي والله. حقيقة يعني اقول فقدت اخ واب، وما اعرف شو اقول يعني. فقدت انسان عزيز علي جدا، ما تعلمت من اساتذتي واخواني الاعزاء، ولكن كان الاستاذ كاظم حقيقه قريب جدا، قريب الى روحنا، قريب الى شبابنا، قريب الى التعامل مع الاخرين، حتى يوجهنا شلون نتعامل مع الاخرين. هذا علسه، هذا الباي الفاديز. اي والله. ما اقول غير يعني شيء واحد، يعني رحمه الله على روحك يا ابو محمد، واتمنى من عندكم انه تعيدون سوره الفاتحه. شكرا جزيلا. احمد بهاء حبيبي يلا. معودين كتنجوع، يقولون اكو عشاء. استاذ ابو سيف. استاذ ناظم اليوم انت لك صوت يجلجل في المسارح،
من المفارقات ايضا يعني هو استاذنا لا هنا افضل صوت زين لا صوت زين على المسرح ذكرت العليس. طبعا هي الكلمه الماثوره مال المرحوم رحمه الله الايه مالته. اسسنا فرقه النجف ورحنا الى بغداد. بعد ما المفارقات طبعا هوايه خططنا ورحنا وكذا وبينا امال واحد يشتري كل واحد بينا راح يشتري سياره وبيت من وراء هذا العمل. رحنا الى بغداد. اول صخره صدمنا بها هو الاسم. ساعة نقول النجف الاشرف فرقه النجف، اخر شيء فرقه الغري، واحد يقول بانيقي واحد كذا. راحت للاولمبيه بايامها كان تجمع ثقافي والشاب موجود الباي فاديس. اجى قلت له ها ابو محمد، قال لي خوين علسنا. قلت له شلون؟ قال بدها تسوي ذا العدس. قلت له ليش؟ قال ماكو نجف سموه فرقه بغداد، هاي العلسه الاولى. فكنا نجي طبعا سوى نروح انا وياه استاذ معا. ف احد الصدف ما اجى، هو قال انا معزوم على شاي راح. فجيت انا واستاذ معا. فبالطريق صاعدين بريم طبعا والوقت شتاء. شفت السائق يمكن راح على لساني. اهلا وسهلا بالاخوان الاعزاء الاستاذ عفيف اللي هو ملحن وموسيقي عايش في كندا، والاخ العزيز محمد الشامي غنت عن تعريفه. فوربيه صاحبي فوربيه. محمد الشامي الفنان المبدع ترك الساحة وبقي في القلب والعقل، فأهلا وسهلا به. فالسايق شوية ضوجنا، قمت أطبطبه برجلي. المسافة بين الحلة وبغداد شولة وبالشتاء. رأسا السايق قال نعل على هيج دين سيارات، والله امس جايبها من حي الصناعي. قام يكفر طبعا، نزل افترع التايرات صعد. قال ماكو شيء يابا روحي معود الله كريم ان شاء الله. حرك ويا الحركه الطبطبه مال رجلي وياها، كل ما يسرع اطبطب. وقف واحد قال له سايقنا افتح الضوء والصوت يروح. قال لي شنو؟ ناصب علي صارت عركه بالسياره الدوره. شنو انت؟ الصوت شو له علاقه بالضوء؟ قال لي انا 30 سنه بحي الصناعي، الضوء اسرع وانت شعلك انت كنت عاركه. وقال له عمي اذا ما راح الصوت انا هسه حتى بدفع الكروه مضاعف. والله صدق فتح الضوء بعد ما اقدر اطبطب انكشف. راح الصوت. باوع راسا كان يطبق. قال اللي كان يطبطب برجله ينزل هسه، ما اروح والحسين هسه ارجع لبغداد. احنا معود. قمت اني طبعا قلت لهم اخوان اللي كان طبطب خليه ينزل رجعان، عيب عليه والله العظيم، واحنا هسه نرجع وباكر راح نرجع دوام. هذا قال لي انت شو تطبطب عيب عليك انت تنزل. علقت نزلوني. جيت لابو احمد قلت له ابو احمد احكي وياه. اجى السائق لابو احمد انت وياه؟ قال لي لا والله ما اعرف هذا الرجل. يقول لي لا والله لا اعرفه ولا اقول له قال له لا عمي قاعد يمي. اخويا نزلوني اباوي شوله لا ما زين اروح هيك وين اروح؟ ماكو سياره توقف، ما حد كان اكو تسليب، ما حد يوقف. اخر شيء والله كان اشوف سياره قلت بكت هذه خلينا نرجع البغداد ولو ابالي الريم نفسها. صعدت شفت ابو احمد اخيرا هو عاد مقال على الرجال. فاخوي الحمد لله هم رجعنا فرقتها فلشت وكل واحد اجى متداين فلوس. اول واحد انعلس هيثم رجيم رجع للنجف. وراها ها المخرج اجى قال لي تعال ابو محمد الله يرحمه، قال لي اخوي اذا بقينا على ابو ميساء مسرحيتنا بعد 10 سنين يلا تخلص. شلون؟ قلت له شو؟ قال خلينا نعلسه.
رحنا جبنا محمود ابو العباس خلصها ب 12 يوم. مثل استاذ مهدي قال انا مثل انعلس وراه هيثم انعلس ورا كل انعلسات. اخر شيء ابو احمد استاذ رياض ويانا هم انعلس. اخر شيء قال اخوي الزلم كل انعلست يمكن انا راح انعلس وراهم. قلت له لا ان شاء الله ماكو. بعد هو انا علست قبله. فحقيقه احنا ان شاء الله ما ننسى ابدا لا والله، لان كل احنا تلاميذه والاخوان واصدقاء وزملاء. بس بالنسبه لي انا احد تلاميذه بصراحه، ومشتغل عده مسرحيات مثل سر السعاده اللي كنت بيها ويا استاذ دخيل كان ابو المكارم، وهو المرحوم اسمه ابو الفضائل. كنت اجي من الشغل شاكوتشي وانام بالقاعه. دوري بالمسرحيه بالتمارين يجيني سراي ب 11 بالليل يقعدوني اقعد. اجى سراك للتمرين. والله يرحمه السلام الحقاني ويانا، وشكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا الله يخليك كذلك. لا سعادة. مغلق تليفونه أسكت عليه ما أصور بس أنا أقول رابع مستحيل يدب من الطيارة. اي والله مستحيل حبيبي يلا عليك. ما تعرف هذا جعفر جاي. انا ما هذا جعفر. والله حيدر السلام عليكم يا معودين. معود شنو؟ السلام عليكم. خابرني لا تعليش. لا والله ما علسك والحسين وما علسك وروح كاظم هم ما علسك. الشرف يلا بعض انا بغدي. دقيقة دقيقة محتاج تواصل. النجم غير حياتي جيد جدا. العرب الاسلامي العرب الاسلامي اليوم اخوان. شلون هي راس ورا ام كلثوم؟ راس اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. قبلت على بعض.